مدام نجوى، تحياتي لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه في يوم اليتيم. تقولي ايه النهارده للطفل المصري؟ اقول له كل سنه وهو طيب، وعايزه اشوفه راجل عظيم وعشان اشوفها سيده عظيمه، لان المراه تساوي الرجل دلوقتي في العمل والاجتهاد والبناء، بنيان الدوله تاني من اول بدايه جيل جديد. دلوقتي حضرتك بتدعمي الجيل ده يعني بمشاركتك النهارده في يوم اليتيم؟ انا بدعم بحضوري، ولكن لو امتلك ان انا ادعمه بدمي خدوا دمي واديهوله، لكن انا مش في امكاني ماديات ولا حاجه، لكن بدعم بحضوري. والبلد كفايه بالدعم الحقيقه، بتعمل دلوقتي ان شاء الله في ثقافه جديده، في مناهج جديده، في علم جديد، في سكن جديد، في معيشه هتبقى كويسه، فيجب ان يطلع جيل جديد على مستوى من ارقى الاجيال في الدنيا. الف بوسه من جمهور حضرتك ليكي. وعايز اقول لك بقى ايه العمل اللي كان حضرتك
شايفه ان كانت بدايه حياه لا، ده اول 1000 بوصه، ده من اول انتاجي، ده كان انتاجي مش اول اعمالي. انا عملت ابيض واسود. انا بقول لحضرتك مرحله الفنان فطول الوقت مراحل، المرحله اللي كانت بدايه لحضرتك شايفاها كانت ايه؟ كان كويس. انا كنت عملته عشان يبقى في رصيدي فيلم استعراضي، لاني انا اول ما بدات كان الفيلم الاستعراضي محمد فوزي وفريد الأطرش لما كان بيعمل افلام استعراضيه، صباح وشاديه، كان انقرض، بدا ينسحب وما فيش. فانا ما لقيتش افلام استعراضيه اول ما طلعت، فانا عملت في 1000 بوصه وبوصه، وكان في مولد يا دنيا واجازه نص السنه. هم دول الثلاث افلام الاستعراضيين اللي اتقدموا من يوم ما انا بدات العمل. نجوى فؤاد جيل لوحده، يعني مثلا ما حضرتك نقولوا ايه مثلا تحية كاريوكا، نقولوا سامية جمال. لا انا بعدهم، يعني انا بعدهم ب 20 سنه او 25. حضرتك بعديهم، وبعدين ايه استقليتي بالجو انا طلعت بالعمل. كان في هيمنه على الساحه واستقلال بالساحه. لا ما كانش فيها هيمنه، كل واحده كان لها لون وكل حاجه. انا مدرسه نعيمه عاكف، انا كنت هاويه، أنا بتستهواني قوي نعيمه عاكف من طفولتي. العمل الفني بقى اللي كنت حضرتك شايفه انه مرحله نضج؟ تقديمي انتاجي لحد السيف، لاني كنت بناقش قضيه كانت مهمه جدا في البلد في ذاك الوقت، اللي هي قضيه الرشوه. رؤيتك بقى تجاه تذوق الناس للرقص الشرقي في الوقت الحالي؟ والله التذوق اختل في كل حاجة. حرام نقول للرقص الشرقي بس، اختل في الطرب، واختل في الإخلاص، في الوفاء. الموبايل يا دوب يسألوا عليك، ده لو سألوا. الجار ما بيسألش على الجار فين، اللي طبخ طبخة حلوة يقدم طبق للبيت اللي جنبه والبيت اللي جنبه. ورمضان يعملوا ترابيزة واحدة كده ويقعدوا كل واحد يجيب طبقين 3 ويقعدوا يعملوا أسرة، ويبقى رمضان له بهجة وفرحة معينة. الأمال بقى، أمال حضرتك ورؤيتك تجاه السينما في الفترة الحالية؟ لا إن شاء الله إحنا في اتجاه نفسك في إيه؟ يعني قصدي أقول لك نفسك في إيه؟ في كل شيء في تقدم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل حاجة بس اصبروا، الصبر حلو، إن الله مع الصابرين. بس هنصبر هنلاقي كل حاجة فيها أمان، وفيها أعمال جديدة، وفيها خلق جديد، وفيها مناهج جديدة. فبس هي عايزة صبر. نشكر حضرتك جدا. شكرا. بسرعة يلا. يا مريم بصي زي القمر. تعالوا في الضلمة أحسن. والله انت محظوظ جدا. وان شاء الله دايما اشكال والوان بالعربي او بالتركي امان، وقالوا معاني واغاني جنان مش ممكن راح نرجع لزمان. ايام سومه واهات سومه واغاني الناس الموزونه الدايبه حنان، ولا ايام حليم كمان الله يرحمها يا ناس. ايام ياما علمت الناس وتطير، وكمان الغير ينسوا الحرمان ويعيشوا حنان. الدنيا يامها كانت بستان الله يرحمها يا ناس. ايام